كنت عايزة أعمل حاجة حلوة وسريعة وتدفينا في البرد ده، ملقتش عندي غير نص لفة جلاش. قلت أطلعها وأعمل معاكم أم علي في الإير فراير بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين، ولا هقطعها ولا هعمل حاجة. كسرتها كده بإيدي وحطيتها على ورقة إير فراير، وسيحت معلقتين سمنة بلدي في الميكرويف وحطيتهم عليها، وهشغل 5 دقايق على درجة حرارة 200. اخدت لون حلو من على الوش زي ما انتوا شايفين. هقلبها بقى عشان كلها تاخد نفس اللون، وهفكك الحتت اللي لسه ماسكه في بعض عشان كلها تتشرب من السمنه وتاخد نفس اللون زي بعض. وهشغل تاني 5 دقايق على درجه حراره 200. وهبدا اجهز اللبن او الحليب اللي هحطها على الطواجن ام علي. لكل 2 طاجن بحط له كوبايه حليب، عليه 4 معالق سكر صغيره ورشه فانيليا، وبسخنها في الميكرويف دقيقتين. شايفين الجلاش لونه حلو جدا. معلقتين سمنه بلدي على نص لفه الجلاش كانت كافيه جدا، ما تكتريش عن كده. وزعت الجلاش في الطواجن وحطيت عليه الحليب بعد ما سخنته في الميكرويف، وزودت شويه جوز هند، شويه زبيب. حطي بقى الاضافات اللي انت بتحبيها، عندك شويه مكسرات براحتك. وعلى الوش شويه قشطه كده، قشطه معلبه، قشطه من عن وش اللبن اللي موجود عندك. ما عندكيش قشطه خالص، حطي معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده، هتدي لون حلو جدا وطعم حلو. وهرص الطواجن على الشبكه، وزي ما بقولك كل مره لو هتحطي طواجن في الاير فراير لازم تحطي تحتها ورقه زبده عشان ما تجرحيش الشبكه. وهشغل 10 دقايق على درجه حراره 200. وممكن تفتحي قبل ال10 دقايق تشوفي لو لونها حلو، لان كل اير فراير الباور بتاعها بيختلف عن التانيه، فممكن تزيد دقيقه تقل دقيقه. شوفي ما شاء الله شكلها حلو جدا وريحتها تحفه. حاجه حلوه سريعه وما خدتش معايا وقت ولا مجهود خالص، وبنص لفه جلاش كنت ناسيها في الفريزر. ما تنسيش بقى اللايك وكومنت حلو، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده. واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.